هو فنان مصري أمضى 84 سنة من عمره بما يعادل 1000 سنة من حياة أي إنسان عادي. روى في كل يوم من حياته تاريخ المسرح المصري وما مر به من تطورات وأحداث في النصف القرن الأخير. إنه عميد المسرح العربي يوسف وهبي اللي استطاع أن يثبت نفسه بين عمالقة الفن بعد أن هرب من أسرته بسبب حبه للفن، وسافر لإيطاليا ليقوم بدراسة التمثيل. اتولد الفنان يوسف وهبي في 14 يوليو سنة 1898 في محافظة الفيوم. اسمه الحقيقي يوسف عبد الله وهبي. تمت ولادته على شاطئ بحر يوسف، سمي تيمنا باسمها، حيث كان والده عبد الله باشا وهبي يعمل مفتش للري في الفيوم. كان بيسكن في منزل يقع على شاطئ بحر يوسف بجوار شارع بحر ترسا الآن. الفنان يوسف وهبي من أسرة ثرية جدا. والده حمل لقب باشا وكان بيشتغل مفتش للري. والدته السيدة شفيقة فهمي هي ابنة الشيخ علي فهمي البغدادي، أحد كبار العلماء ورجال الدين في دمشق. نشأ يوسف وهبي وترعرع في بلدته في الفيوم. تم دراسته بالمدرسة السعيدية وبعدها التحق بالمدرسة الزراعية في مشطهر بالفيوم. وفي بداية حياته اشتغل مصارع، لكنه كان حبه للفن أقوى، وعندما أعلن رغبته في احتراف الفن اتهم والده بالجنون واتبرأ منه. هرب يوسف وهبي من أسرته بسبب رفضهم العمل بالفن. سافر لإيطاليا وبعدها اشتغل في وظائف زي جرسون وفراش في مسرح، وبعد ما قدر يجمع المال تعلم فن التمثيل. بعدها جاء إلى مصر ليؤسس فرقة رمسيس المسرحية، وشاركوا عدد من نجوم الفن وكانوا وقتها مغمورين مثل الفنان فتوح نشاطي وزينب صدقي وأمينة رزق. كما ذكرنا اضطر يوسف وهبي للعمل فراش في مسرح. كان يعمل في هذا المسرح الممثل الإيطالي كويانتي، فتتلمذ على يده وعرف تقاليد المسرح ونقلها إلى مصر عندما عاد إليها سنة 1921. بعد وفاة والده ورث وهبي من والده ثروة كبيرة جدا ساعدته على إنشاء فرقته المسرحية، وفقد في المسرح ثروة تقدر ب100,000 جنيه. قدم الفنان يوسف وهبي عدد كبير جدا من الأفلام، أهمها أولاد الذوات وحياة أو موت وضحايا المدينة وضربة القدر وأشاعة حب وسفير جهنم وموعد مع الحبيب وبيومي أفندي وغزل البنات والأفوكاتو مديحة وزمان يا حب وأولاد الفقراء وحكايتي مع الزمان. قدم عميد المسرح العربي عدد لا حصر له من المسرحيات من خلال فرقته المسرحية رمسيس، أهمها عطيل ويوليوس قيصر والطمع والدنيا مسرح كبير والمائدة الخضراء وهاملت وكليوباترا والمرأة المقنعة والجريمة والعقاب. التقى يوسف وهبي بحبه الأول أثناء دراسته في إيطاليا، وهي الفنانة الإيطالية إلينا لواندا، وتزوجها في عمر 24 سنة، لكنها كانت تغار عليه بشدة وحدث الانفصال. الزواج الثاني للفنان يوسف وهبي كان من عائشة فهمي، ونشأت بينهم قصة حب رغم إنها كانت أكبر منه بحوالي 17 سنة، إلا أنه اتجوزها وعاش معها سعيد إلى أن بدأت تفرض قيودها عليه وحاولت الاستحواذ عليه. رفض وترك لها قصرها في الزمالك وترك لها كل شيء حتى ملابسه، فذهبت له وعرضت عليه أن تعطيه 500 فدان مقابل عودته لها، لكنه رفض وقرر السفر، فرفعت ضده قضية، والقضية دي كانت قضية نفقة، والمحامي قام بالحجز عليه وإعلان إفلاسه. فذهبت صديقته الفنانة أمينة رزق لتترجاها أن تتنازل عن القضية، لكنها رفضت وحدث الطلاق. بعد ذلك ارتبطت عائشة فهمي بقصة حب قوية مع محمود شكوكو، وهي طليقة يوسف بيك وهبي. ولما بدأت قصتهم في الانتشار بعد ما أوشكت أن تتوج بالزواج، حارب يوسف وهبي الزواج بضراوة، وما قدرش شكوكو وعائشة الصمود أمام حملات يوسف وهبي ضدهم وانقلاب رجال القصر عليه، فانتهت القصة كأنها لم تكن. وأجبر يوسف وهبي شكوكو على ترك زوجته السابقة بحجة إن بنات العائلات لا تتزوجن من مونولوجيست. الزواج الثالث كان من السيدة سعيدة منصور، وكانت وقتها متزوجة رجل ثري جدا ولديها منه ابنة، لكنها طلبت الطلاق، وتزوجت يوسف وهبي رغم إفلاسه وظلت معاه حتى وفاته. يوسف وهبي عاش مع زوجته سعيدة منصور وابنتها بثينة لمدة سنتين. كان بيعتبر بثينة بنته. في يوم ألقت بثينة نفسها من شرفة فندق، فحدثت لها صدمة وتعاطت المورفين سنوات طويلة حتى تستطيع النوم. وعندما زار قبرها لأول مرة وجد أن موظفي الفرقة المصرية قد أخطأوا ودفنوها في القسم الخاص بالرجال،
فأمرهم بإخراج الجثمان ودفنها بمدافن السيدات. واستمر في حالة حداد كان بيمضي كل وقته في قراءة القرآن ويضع المصحف على رأسه حتى يستطيع النوم. وفي سنة 1926 حاول يوسف وهبي تجسيد شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في فيلم سينمائي، لكن لقى هجوم حاد عليه لدرجة تهديد الملك له بسحب الجنسية، وأعلنت دار الإفتاء بتحريم تجسيد الأنبياء والصحابة. وقال يوسف وهبي إن كل غرضه من الفيلم التعريف برسولنا الكريم والدين الإسلامي. بعدها حدث شرخ كبير في علاقة الفنان يوسف وهبي والملك فاروق بعد أزمة تجسيده للرسول في فيلم عالمي، الواقعة التي هدد فيها الملك فاروق الفنان الراحل بسحب الجنسية منه، وهو ما جعل علاقتهم متوترة بعض الشيء. بعد كده حاول يوسف وهبي إصلاح العلاقة بينه وبينه، فوافق على تقديم أغنية في فيلم غرام وانتقام سنة 1944 تمجد العائلة المالكة، وبعدها منحوا الملك فاروق لقب بيك من الدرجة التانية. وبعدها حضر الملك فاروق العرض الخاص لفيلم غرام وانتقام بسينما روفلي، ووقتها ذهب إليه الفنان الراحل يوسف وهبي ليصافحه وانحنى له وقبل يديه. ومن المعروف عن الفنان يوسف وهبي إنه كان بيدمن لعب القمار والرهان في سباق الخيل والكلاب، وكانت زوجته بتراقبه وهو يخسر الجولة بعد الجولة حتى أن يخسر كل ما معه ويلعب بأموال زوجته. وأفلس يوسف وهبي في أواخر أيامه ولم يعد يملك أي شيء من الثروة الكبيرة التي حققها، فكانت ثروة زوجته هي التي حفظت له مظهره حتى آخر يوم. وفي واقعة مثيرة للجدل كشفها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب، قال إنه تعرض للضرب من الفنان يوسف وهبي قبل شهرته. وقال عبد الوهاب في مذكراته اللي نشرتها مجلة الكواكب سنة 1954 إنه في أحد الأيام شاهد الفنان يوسف وهبي وكان منبهر بيه، ده اللي جعله يهجم على سيارته عندما نزل منها وتقرب منه وحاول أن يقبل يده. وتفاجأ عبد الوهاب وقتها بتصرف يوسف وهبي وقام بضربه بالقلم على وشه وضربه بالشلوت، وقال له امشي يا ولد، يلا امشي من هنا. واتجمهر الناس حول عبد الوهاب فقال لهم جريت أسلم عليه راح ضربني قلم. المثير في الأمر إن بعد سنوات أصبح عبد الوهاب مطرب وموسيقار كبير، واستأجر مسرح رمسيس اللي صفع أمامه من يوسف وهبي لإحياء حفلاته. في إحدى المرات حاول موسيقار الأجيال تذكير يوسف وهبي بتلك الحادثة، واعتذر له يوسف وهبي قائلا والله يومها لم أكن أتصور إن واحد من الشارع سيكون نجما عظيما، إلا إن عبد الوهاب التمس له العذر عندما عرف شعور النجوم عندما يضيق عليهم الجمهور ويلتفون حوله. رحل عن عالمنا عميد المسرح العربي يوسف بيك وهبي في 17 أكتوبر سنة 1982 عن عمر ناهز 85 سنة بعد سقوطه في الحمام، فحدثت له إصابة بكسر في الحوض أثناء وجوده في مستشفى المقاولين العرب للعلاج. أصيب بسكتة قلبية حيث دفن في بلدته الفيوم، الله يرحمه. أنا كده خلصت الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشعارات. أسيبكم في رعاية الله وأمنه وحفظه. السلام عليكم.